مرحبا بيا عندكم في وصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم الأرز الأسود اللي كيجي لذيذ وزوين زوين بزاف بزاف. وعلى بركة الله ندوزو الطريقة ديال التحضير. أول حاجة غادي نحضرها معكم، غادي نحضر كالدو أو مرق سمك اللي ضروري ومؤكد خاصو يكون في هذه الوصفة هذه. عندي هنا قشور الغامبة والماء وواحد كنور ديال السمك، غادي نوضعوهم على العافيه ونخليوهم حتى يغليو مزيان على الاقل واحد ربع ساعه. وهاد الطريقه ديال الكالدو كتجي زوينه بزاف، سواء في هاد الوصفه هذه او في بايا او السوبه ديال الحوت، كتجي واعره كتجي مخيره. بعد ما غلا ليا مده ديال 15 دقيقه غندوز نطحنو مزيان، ما غنخلي فيه حتى شي حاجه، خاصو يطحن مزيان. وغندوز نصفيه، خاصني نصفيه مزيان في شي زيف ولا شي حاجه اللي تكون ما تخرجش داك القشور الرقيق، خاصني نصفيه مزيان. وحاولوا فاش تكونوا كطحنوا هكا ما تحرقوش راسكم، لحقاش فاش كترفعي هذاك الخلاط كينقز عندك الماء. داك المرق كيكون سخون، حاولوا تردوا البال معاه. بعد ما ساليت من الكالدو، دابا ندوز عند واحد المقيله ديال استعملت المقيله ديال بايا، درت فيها شويه ديال الزيت وشويه ديال شي حبات هكا ديال الغامبه، غنقليهم شويه في الزيت. بعد ما طابوا غادي نحيدهم ونوضعهم على جنب، وفي نفس المقله ونفس الزيت غادي نرجع واحد نص بصله، غادي نقطعها رقيقه بزاف، وغادي نخليها تقلى مزيان حتى يولي اللون ديالها مايل اللون ذهبي. غادي نزيد عليها شويه ديال الكالامار وشويه ديال الكامبا، وغادي نقليهم نشحرهم مزيان مع البصله والزيت. وفاش كنكون كنشحر الزيت والبصله غادي ندير ربع ملعقه ديال الملحه، نسيت دازت لي ما صورتهاش، دازت لي اللقطه. وغادي نشحرهم مع بعضياتهم مزيان.
وغنزيد ربع ملعقه ديال فلفل اسود او الابزار، وغنبقى نحرك مزيان على نار اللي تكون مهيله. خاص النار تكون مهيله، ما خاص تجهدوا العافيه، خاص تكون مهيله. وغادي نضيف زلافه متوسطه ديال الرز طويل الاصفر او الرز الخاص بالبايه. وغادي نشحروا معاهم مع الكالامار والبصله، نشحرهم مزيان. وغنبقى غير نحرك باش ما يلصقليش، حيت لحقاش الرز دغيا كيلصق. وعلى نار مهيله، كنذكركم مره اخرى خاص النار تكون مهيله بزاف. وعندي التينتا ديال الكالامار اللي كتكون في ميركادونا في بلاصه السمك. هذه راه كيكونوا فيها 6 ديال الساشيات، وانا خدت لي 1.5، ما كملتش 2، خدت لي غير 1.5. غنضيف الكالدو ديالي من بعد ما طحنته وصفيته مزيان. غادي نضيفو وتقدروا هنايا تزيدوا الملحه حتى ديروا الكالدو. عاد ذوقوا الملحه وشوفوا كل واحد على حسب ذوق اي واحد. تقدروا تزيدوا، تقدروا تخليوها هكاك، تقدروا. انا زدت شويه ديال الملحه لحقاش جاني باقي خاصلو شويه مازال. وغادي نغطي عليه ونقص العافيه على نار مهيله. فاش نحلو عليه، شوفوا داك الروز اللي لقيتوه باقي خاصو طياب، زيدوا ليه شويه ديال مرق السمك وسدوا عليه عاوتاني حتى تلقاو الروز طاب نيشان. وهنايا غادي نزيد له ديك الغامبه اللي قليت في الزيت. وبهذه الطريقه غيكون الروز ديالي واجد. وصدقوني لا قلت لكم راه كيجي واعر وزوين ولذيذ بزاف. جربوه ما غتندموش وغيعجبكم بزاف. وهذا هو الشكل النهائي، كيجي زوين لا في الحطه ديالو ولا في المذاق ديالو، كيجي واعر. نتمنى تجربوه. الى فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله. خليتكم بخير وعلى خير. بسلامه.